ومطرودة طردوني من موكب الحسين، طردوني ما خلونك بالخدمة. ورحت أكون مريحة، حتى موكب ورحت أسيح، قلت كله مني بس القاع مالتك وخليني أسيح. قالت لي ورحت وسيت 3 أيام أروح واخذ البيض واخذ الطحين من عندي من جيب الخاص واروح. ورا 3 أيام قالوا لي لا تجين بعد، ورجعت أنا أبكي وما أقوم ومطرودة طردوني من موكب الحسين، طردوني ما خلونك بالخدمة. ونمت وانا مقهورة بعالم الطيفان، قاعدة بصحراء أسيح والعالم تطلع من جو القاع. واحد يقول للثاني هاي أم محمد أم السياح، هاي تريد سياح، هاي أم محمد. وجيت هنا، جيت بهاي القاع كانت فارغة والدنيا مطر، وقعدت وسيحت 5 كيلو سيحت، وعندي جوتة محروقة ما عندي فراش، حطيتها على راسي وابني صغير وياي، وجينا وقعدنا هنا. وطلع هذا جاري هسه سيد علي، شاف مرة قاعدة والسيح، قال لي ليش قاعدة هنا؟ لا قاعدة ما عندي مكان. قال لي ولي يعطيك مكان هسه؟ قلت تعطيني مكان؟ قال لي مكاني لك مدى الحياة. وبنالي موكب من شندل قبل 11 سنة، وهسه طبينا بال 12 سوالي موكب من شندل، حطوا لي حصان من فوق وحطوا لي جوت، سووا لي موكب صغير جرة من 2016 ما ادري 15 لحد الان. ام محمد بنية الطحين صارت هسه طنون صارت كلها تعزل. ام محمد مات اول وحده اقعد انا محرم قبل محرم بيومين، وابقى اخر وحده هنا، وانه بحمل الكربون. رحت انا مديت ايدي للحسين، لا هاي ايدي وطيني ايده عهد ما دام انا عدله 40 يوم ما طيحت شاطر ما طيح، وابقى. ومن بعد اولادي علمتهم ويبقون، فتح لي باب الرزق، وانا كنت ما عندي وتعينت صرت موظفه، وابني وياي موظف طلع لنا راتب الحمد لله. كنا ما عندنا، كله فضل الله والحسين، وكل شده لا طيح بيها يوقف.